الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. معاشر المؤمنين والمؤمنات، موضوع خطبتنا لهذا اليوم ابتغاء الأجر بذكر فضائل العشر. ذلك أيها الكرام أنه بعد أيام قليلة سيهل علينا شهر مبارك عظيم، وهو شهر ذي الحجة، والعشر الأوائل منه هي التي أقسم الله عز وجل بها في مطلع سورة الفجر حين قال: والفجر وليال عشر. قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. رواه الإمام أحمد. وذكر غير واحد من العلماء إجماع أهل التفسير على أن المراد بالعشر في سورة الفجر عشر الأضحى، أي العشر الأولى من ذي الحجة. وسبب تفضيل هذه الأيام على غيرها من الأيام أن الله أقسم بها، ولا يقسم ربنا سبحانه وتعالى إلا بعظيم. وسبب تفضيل الله عز وجل لها هو اجتماع العبادات فيها كلها. قال العلامة الحافظ ابن حجر عليه رحمة ربنا سبحانه وتعالى: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج. هذه أركان الإسلام الأربعة العملية لا تجتمع في زمان إلا في عشر ذي الحجة. قال: ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أم يعم المقيم؟ فيه احتمال. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به. ومن فضائل هذه العشر أنها هي العشر التي أتمها ربنا سبحانه وتعالى لموسى، ذلك في قوله: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال مجاهد: عشر ذي الحجة. وقال ابن جريج: قال ابن عباس مثله، كما في تفسير ابن جرير. من فضائل هذه الأيام أن الله تبارك وتعالى أمر بذكره فيها. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر، كما عند البخاري معلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. رواه البيهقي وصححه البصيري. ومن فضائل هذه العشر أنها أعظم أيام السنة على
قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. ومن فضائلها كذلك أنها أفضل أيام الدنيا، لما رواه البزار وحسنه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ومن فضائلها أن العمل فيها أعظم أجرا، يضاعف الأجر فيها. الناس كيغفلوا عليها، الناس كيعرفوا النهار كيجتهدوا فيه ويعرفوا الليالي العشر من رمضان الأخيرة كيجتهدوا فيها، لكن الناس كيغفلوا واحد غفلة عظيمة جدا عن الاجتهاد في العشر الأوائل من ذي الحجة. العلماء وقع بينهم نزاع: هل الأفضل هي عشر رمضان الأخيرة أم عشر ذي الحجة الأولى؟ فرجح بعض العلماء أن أفضل الليالي ليالي رمضان العشر، وأفضل الأيام النهار هي عشر ذي الحجة الأول. قال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد. يعني ما كاينش شي عمل كيتفضل على العمل في هذه العشر حتى الجهاد في سبيل الله. استثنى الرسول قال: إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. مشى كل شيء وخرج، يعني فقد نفسه وماله لم يرجع بشيء. هو الذي خير من العمل في هذه الأيام العشر، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، رواه الإمام الدارمي وحسنه الألباني عليهما رحمة الله. ومن فضائل هذه الأيام المباركة أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله. سابقا قلنا يعني أعظم أجر، الآن العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في غيرها، لما رواه الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. من فضائل هذه الأيام أن فيها يوم عرفة، وصومه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. سئل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. من فضائل هذه العشر أن الدعاء في يوم عرفة هو أفضل الدعاء، أفضل من الدعاء في غيره. روى الإمام مالك في موطئه وحسنه الألباني رحمه الله أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من فضائل هذه العشر أن فيها يوم هو أعظم الأيام، وهو يوم العيد، يوم عيد الأضحى. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو العيد الكبير، ويوم القر هو ثاني العيد. سمي يوم القر لأن الحجاج
يقرون فيه بمنن، يلبسوا فيه بمنن. رواه أبو داود وحسنه البيهقي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فاغتنموا يا عباد الله هذه الأيام بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة والصيام، اغتنموها بصلة الأرحام، اغتنموها بالنفقات والصدقات والأعمال الصالحة كلها، فإن العمل فيها مضاعف والأجر فيها مضاعف. فلا يفوتنكم هذا الموسم، ولا يفوتنكم هذا الفضل، ولا تفوتنكم هذه النسائم الربانية التي فتحها الله عز وجل لكم فرصة لمغفرة الذنوب ومحو الخطايا والرفعة في الدرجات. هذا واعلموا يا عباد الله أن من أراد أن يضحي في العشر في يوم الأضحى في الأضحى فعليه أن يمسك عن شعره وأظفاره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. أقول ما تسمعون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله، تنظم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية الحملة الوطنية الأولى للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ما يعرفون بالمعاقين أو يعرفون بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ولولا العشر لخصصت الخطبة كلها لهذا الموضوع لما له من الأهمية والمكانة، لمكانة هذه الشريحة من مجتمعنا وسائر المجتمعات، ولما تحتاج إليه من العناية والالتفاتة الشرعية المنبثقة والمنبعثة من صميم ديننا ومن صميم شريعتنا. فإن الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق وقسم بين الناس معيشتهم، وكما وزع الأرزاق المادية فإنه وزع الصحة والعافية والسلامة. فمنا من يمشي ومنا من لا يستطيع أن يمشي إنما يحبو، منا من يبصر ومنا من لا يبصر، منا من يستطيع أن يحرك يديه ومنا من لا يستطيع أن يحرك يديه. والله عز وجل يعني ابتلى بعضنا بالصحة وابتلى بعضنا بالعافية، وكل شيء ابتلنا به ففيه أجر إذا ما أحسن التجاوب معه والتعامل معه. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمعاق لم يختر إعاقته، إنما قدر الله عليه ذلك، وعلينا أن نسعى لا في تهميشه كما يفعل كثير من الناس، ولا بالحب بإعدامه تصلح مصلحة التعامل، وإنما علينا أن نبحث لنجد الوظيفة المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني في تعامله مع ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث كلفه بالأذان وولاه على المدينة في غيابه عنها في عدة مرات. ولى على المدينة ابن أم مكتوم لأنه لا يستطيع أن يجاهد، ولاه على المدينة في يعني نائبا عنه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أسقط على هؤلاء الناس ما لا يستطيعونه، فقال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين
لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لله ورسوله، ونهى صلى الله عز وجل عن إذايتهم وتكليفهم أو احتقارهم أو ازدرائهم بالنصوص العامة التي تأتي في النهي عن تكليف الإنسان بما لا يطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالنصوص الخاصة الناهية عن إهانة المؤمن أو احتقاره أو ازدرائه أو سبه أو شتمه أو تبخيسه حقه أو ما إلى ذلك. بل بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الضعفاء في الأمة من الصادقين الصالحين الذاكرين الموحدين المصلين القائمين أن هؤلاء سبب نصرة المسلمين على أعدائهم. قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. أقر اللهم عينه بولي عهده وبسنوه وبسائر أفراد أسرته وشعبه.